وفاة الملك محمد الخامس، لغز العملية الجراحية الذي لم يحل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. كثيرة هي الأسئلة التي تناسلت بعد وفاة الملك محمد الخامس في 10 من رمضان 1380 هجرية، الموافق 26 من فبراير 1961، خاصة وأن الوفاة أتت مفاجئة بالنسبة لرجل في ربيعه الثاني والخمسين، وبالنسبة لشعب خرج للتو من وجع الحماية الفرنسية. كان ينظر للملك الراحل على أنه من المساهمين الأساسيين في تحقيق الاستقلال. حسب المتداول فقد أصيب الملك محمد الخامس رحمه الله بوعكة صحية تطلبت في وقت لاحق تدخلا جراحيا على مستوى الأنف ليسلم الروح بعد تلك العملية الفاشلة التي أثير حولها الكثير من الجدل، والتي قيل إنها أجريت بكثير من التفريط والتساهل. وفق رواية الراحل عبد الله إبراهيم الذي قاد حكومة 58، فإن الملك محمد الخامس سافر إلى سويسرا من أجل العلاج بسبب غيبوبة متقطعة، ليتم اكتشاف أنه يعاني من سرطان في الأذن، دون أن يشير الطبيب السويسري إلى ضرورة التدخل الجراحي. غير أنه بعد عودة الملك إلى المغرب زادت وضعيته الصحية سوءا، وتم استدعاء الطبيب السويسري من أجل الجراحة، إلا أن فصيلة الدم النادرة للملك حتمت على الأطباء البحث عن كمية من الدم دون جدوى ليرحل محمد الخامس متأثرا بآلامه. هذه الرواية تجد سندا لها فيما كتبته الراحلة فاطمة أفقير في روايتها حدائق الملك، فقد أشارت إلى أنها كانت حاضرة في فطور نظمه الملك محمد الخامس، وقال لهم خلاله: كلوا واشبعوا، ستأكلون قريبا في مأتم ملككم. إلا أن لا أحد أخذ كلام الملك على محمل الجد، خاصة وأنه كان يبدو في صحة ممتازة، وعندما استفردت به أخبرها بأنه يتألم بشكل كبير. وتعتقد زوجة أفقير أن محمد الخامس كان مصابا بسرطان في منطقة الأذن هو السبب في آلام لم يعد الملك يستطيع معها تحمل الأصوات العالية، ورغم أن الأطباء نصحوه بعدم اللجوء إلى التدخل الجراحي، إلا أن الألم الشديد أجبره على الخضوع لعملية جراحية جرت دون حضور طبيب متخصص في القلب، وهو ما تسبب في فقدان الملك لحياته بعد أن عانى من مشاكل قلبية أثناء العملية. ويؤكد المؤرخ الراحل عبد الهادي بوطالب رواية الوفاة أثناء العملية الجراحية، إلا أنه يشير إلى مرض آخر هو التهاب اللوزتين وليس سرطان في الأذن. فقد قال أثناء استضافته في حلقة من برنامج شاهد على العصر على قناة الجزيرة إن الأطباء استهانوا بالتهاب لوزتي الملك، وقرروا أن يجروا له عملية جراحية بسيطة لا تحتاج للتنقل إلى المستشفى، وإنما فقط داخل مصحة بالقصر الملكي. دخل الملك إلى العملية يوم السبت على أن يخرج منها معافى يوم الأحد، إلا أن الأطباء اكتشفوا غياب الأدوات اللازمة للعملية، وكذلك عدم وجود فصيلة دم الملك. وقد استقل الطبيب الراحل عبد الكريم الخطيب طائرة خاصة طاف بها على عدد من المستشفيات بحثا عن المراد، إلا أن تزامن العملية مع عطلة نهاية الأسبوع صعب من إيجاد المطلوب وعجل بفشل العملية، حيث يؤكد بوطالب أن الوفاة أتت نتيجة تفريط من الطاقم الطبي. غير أن مؤخرا مغربيا آخر هو الراحل عبد الكريم الفيلالي شكك سنة 2011 في الرواية الرسمية لوفاة الملك، وطالب بفتح تحقيق حول هذه الواقعة. وقد أثارت تصريحات الفيلالي جدلا واسعا، لا سيما وأنه كان مستشارا للراحل الحسن الثاني وعرف بغزارة إنتاجه في تاريخ المغرب.
كما تساءل القيادي الاتحادي الراحل محمد البصري كثيرا عن هذه العملية، وقال في حلقة من برنامج زيارة خاصة لقناة الجزيرة إن طبيبا حضر العملية اسمه عبد الهادي مسواك أصر له أنه إذا قامت الدولة بتحقيق فيما وقع يوم وفاة الملك محمد الخامس لتمت محاكمة من أجرى العملية، لأن طبيب القلب لم يكن موجودا ولم يتم تحضير الدم الذي يلازم إجراء العمليات، ولم يحضر طبيب القلب إلا بعد فوات الأوان بعدما كان يلعب. وقد استغرب البصري كثيرا من هذا التساهل الشديد في عملية تجرى لملك البلاد. تولى محمد بن يوسف السلطة خلفا لوالدها المولى يوسف بن الحسن عام 1927 وعمره لا يتجاوز 18 سنة، لكن قربه من الحركة الوطنية في مواجهة سلطات الحماية الفرنسية دفع بهذه الأخيرة إلى عزله عن الحكم عام 53 ونفيه إلى كورسيكا ثم إلى جزيرة مدغشقر وتنصيب بن عرفة مكانه. وبعد عامين من حياة المنفى عاد إلى عرشه من جديد وتخلى عن لقب السلطان الذي كان ملوك المغرب يحملونه باستمرار، واتخذ لنفسه لقبا جديدا هو الملك محمد الخامس، وهو لقب لم يكن سلاطين المغرب يعرفونه من قبل. حكم الملك محمد الخامس 9 سنوات أخرى بعد منفاه، منها 5 أعوام بعد نيل الاستقلال عن فرنسا. ولد السيدي حمادي وهو لقب الأمير محمد بن يوسف بمدينة فاس، وكان أصغر إخوته الثلاثة، وبينما كان والدها السلطان المولى يوسف يقضي معظم الوقت في العاصمة الرباط، قضى الأمير الصغير سيدي محمد جل وقته في القصر الملكي بفاس، حيث كان يتلقى التعليم على الطريقة التقليدية المغربية العتيقة، وهي دروس عربية دينية كانت تتخللها دروس مبادئ اللغة الفرنسية، اللغة التي لم يتقنها جيدا، وكانت لغة المستعمر ضرورية من أجل التواصل مع ممثلي سلطات الحماية. وكان أستاذه الوحيد هو الفقيه محمد المعمري ذو الأصل الجزائري الذي جاءت به سلطات الحماية إلى المغرب. ويروي البريطاني روم لاندو أن تكوين المولى محمد اقتصر على التعليم التقليدي العتيق نظرا لأنه كان مستبعدا في البداية لتولي العرش. كان السلطان مولاي يوسف في آخر أيامه مريضا، فاجتمع الصدر الأعظم محمد المقري سنة 1927 مع المقيم العام الفرنسي تيودور ستيك، وتحدثا عن مرض السلطان وتناقشا عن خلفه بعد وفاته، فكلاهما كان ضد الرأي الذي رشح فيه ابنه مولاي إدريس كوريث للعرش، فاتفقا أن من يتولى المنصب هو الأمير الشاب سيدي حمادي. وبعد وفاة السلطان مولاي يوسف اجتمع أعيان الأحمادي دار المخزن، وكان العديد من الفقهاء يعرفون بوصية السلطان مولاي يوسف بتوريث الحكم إلى ابنه مولاي إدريس، ومن بينهم قاضي القضاس محمد بن رشيد العراقي، ووزير العدل عبد الرحمن بن القرشي، وآخرون ممن تشبثوا بتنفيذ وصية السلطان مولاي يوسف، بالإضافة لحاجب السلطان التامع بابو الذي كان غائبا ذلك الحين، فتصدى لهم المقري، فتم تنصيب محمد بن يوسف سلطانا على المغرب يوم 18 من نوفمبر عام 1927. بعدما أصبح سلطانا قام بإحداث المعهد المولوي سنة 1942 داخل القصر الملكي، واستكمل فيه تكوينه اللغوي، وكان يحرص على حضور كل المحاضرات. إلى جانب ولي عهده مولاي الحسن كان المعهد المولوي تحت مراقبة جامعة بوردو التي منحت شهادة الإجازة في القانون للحسن الثاني، كذلك منحت محمد الخامس سنة
1950 شهادة الدكتوراه الفخرية، وكانت تلك الشهادة الوحيدة التي حصل عليها. يعتبر السلطان محمد الخامس شخصية متميزة في تاريخ المغرب والمغرب العربي الحديث وإفريقيا عموما، شخصية يغلب عليها الجانب الإنساني والروحي في علاقته مع الشعب والأمة المغربية، نظرا لمواقفه الإنسانية والوطنية وللظرفية التاريخية والجيوسياسية التي كان يمر منها المغرب والمغرب العربي والعالم العربي وإفريقيا عموما. مواقف إنسانية وتاريخية مشرفة خلصت إلى توحيد المغرب الذي كان ممزقا بين الحماية الثلاثية على المغرب، إضافة إلى الدعم غير المشروط لاستقلال الجزائر، والكثير من المواقف الإنسانية المختلفة، ومن بينها جهوده في إنقاذ المغاربة اليهود وغيرهم من جاليات الدول الأخرى في بلاده في وقت كانت فيه الأقليات الدينية اليهودية في أوضاع مزرية في كثير من بلدان العالم، حيث ينظر إليهم في كثير من البلدان مجرد عبء وأقليات ثقافية لا تنتمي للدولة وخطر محدق بها. حيث عمل السلطان محمد الخامس على مقاومة مطالب المقيم العام الفرنسي خلال حكومة فيشي الفرنسية، رغم أن المغرب آنذاك تحت الحماية الفرنسية كان في موقف ضعف، كما قام بزيارة خاصة لملاح الدار البيضاء إثر إقصائهم من المساعدات التي كانت تقدمها فرنسا أثناء الأزمة الغذائية في المغرب. كان السلطان محمد الخامس يتمتع باحترام وحب عفوي من الشعب المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، وتعتبر فترة حكمه نموذج يحتذى به في السلم المدني والتعايش السلمي. وكانت الصورة التي ارتسمت من خلال سيرة محمد الخامس من تاريخ المغرب خصوصا وعلاقته بشعوب المغرب العربي وإفريقيا عموما بمثابة أب الأمة، تلك الصورة التي تكرست أكثر بعد حادثة النفي إلى مدغشقر إلى يوم رحيله في شهر رمضان من سنة 1961 عن عمر 52 عاما.